هل تتخيل إن في حضارة عاشت فوق 3000 سنة، بنت مدن ضخمة في وسط الغابات، رسمت خرائط للنجوم بدقة مذهلة، وكتبت بلغتها الخاصة؟ وبعد كل ده اختفوا تماما، بدون حرب كبيرة، بدون كارثة معروفة، بدون أي أثر واضح. حضارة المايا، اللغز الأكبر في تاريخ أمريكا القديمة. مين كانوا؟ إزاي عاشوا؟ وإزاي انهاروا فجأة؟ النهاردة هنغوص سوا في عالم المايا الغامض، من نشأتهم العجيبة لثقافتهم اللي سبقت عصرها بقرون، لحد سر اختفائهم اللي حير العلماء لحد النهاردة. حضارة المايا ظهرت في منطقة أمريكا الوسطى، تحديداً في مناطق جنوب المكسيك، جواتيمالا، بيليز وهندوراس. بدأت القصة حوالي 2000 سنة قبل الميلاد، يعني قبل ما تكون في دول أو حضارات في أوروبا بالمعنى المعروف. المايا ما كانوش مجرد قبائل بدائية، دول كانوا مهندسين، فلكيين، رياضيين ورسامين على مستوى مدهش. اتطورت حضارتهم لدرجة إنهم بنوا مدن ضخمة وسط الغابات من غير آلات حديثة ومن غير حيوانات للجر. مدن زي تيكال، كوبان، بالينكي وتشيتشن إتسا كانت مليانة بالمعابد والهرم المدرج اللي بيشبه أهرامات مصر بس بطراز مميز خاص بيهم. المايا اخترعوا نظام كتابة معقد جدا اسمه الهيروغليفية المايا، وده كان مزيج بين الرموز والصور. نظامهم الكتابي كان متطور لدرجة إن العلماء لحد النهاردة بيفكوا رموز جديدة منه كل فترة. وكان عندهم تقويم فلكي مذهل، أدق من التقويم الغرغوري اللي احنا بنستخدمه النهاردة. المايا كانوا بيحسبوا حركة الكواكب والنجوم بدقة غريبة. عرفوا السنة الشمسية قبل آلاف السنين من العلماء الأوروبيين، وتقويمهم الشهير هو اللي خلى الناس تفتكر إن العالم هينتهي سنة 2012. أما عن حياتهم اليومية، فكانت مدن المايا مقسومة بوضوح، الملوك والكهنة في الأعلى، وبقية الشعب من الفلاحين والجنود في الأسفل. لكن الكهنة كانوا هم المسيطرين الحقيقيين، لأنهم عارفين أسرار السماء. كل حاجة عند المايا كانت مرتبطة بالدين والفلك، من الزراعة للحرب للمناسبات. المعابد عند المايا كانت قلب المدينة، مش مجرد أماكن عبادة، لكنها كمان مراصد فلكية دقيقة. الكهنة كانوا بيطلعوا فوق الهرم يشوفوا النجوم ويحددوا مواعيد الزراعة والحصاد وحتى الحروب. لكن الجانب المظلم في حضارتهم كان مرعب فعلا. كانوا بيؤمنوا إن الآلهة لازم ترضى بالدماء، وعشان كده كانت عندهم طقوس تضحية بشرية. بيقدموا أسرى الحرب أو حتى بعض الكهنة نفسهم كقرابين للآلهة، وكانت المشاهد دي بتحصل قدام الناس كلها كنوع من التقديس والخوف في نفس الوقت. رغم الغرابة في طقوسهم، المايا كانوا عباقرة في العلم والهندسة. استخدموا النظام عددي قائم على الرقم 20، وكان عندهم مفهوم الصفر قبل ما أي حضارة في العالم تعرفه. ده خلاهم يقدروا يعملوا حسابات فلكية مذهلة. أما في المعمار، فبنوا مدن ضخمة من الحجر الجيري من غير استخدام معادن أو أدوات متقدمة. كانوا بيبنوا الأهرامات بزاوية دقيقة علشان أشعة الشمس في أيام معينة تمر بالظبط على النقاط اللي بيحددوها. ده دليل إنهم كانوا فاهمين علم الضوء والهندسة الفلكية كويس جدا. لكن فجأة كل ده اختفى. حوالي سنة 900 ميلادي، مدن المايا بدأت تنهار واحدة ورا التانية. المعابد اتركت، المدن اتغطت بالأشجار، والناس اختفوا. العلماء اختلفوا في تفسير ده. فيه اللي قال إن الجفاف الطويل دمر الزراعة وخلى الناس يهاجروا، وفيه اللي قال إن الحروب الأهلية دمرت المدن من جوه، وفي رأي تالت بيقول إن ثورة الشعب ضد الكهنة حصلت لما الناس زهقت من الطقوس والتضحيات. لكن الحقيقة محدش يعرف بالظبط لحد النهاردة. والأغرب من كده إن المايا نفسهم ما اختفوش بالكامل. فيه ملايين من أحفادهم لسه عايشين لحد النهاردة في المكسيك وغواتيمالا، بيتكلموا لغات المايا القديمة وبيحتفظوا ببعض عادات أجدادهم. المايا سابوا وراهم كنوز ضخمة من الفن، العمارة، الفلك والرياضيات، وتقويمهم ما زال من أدق الأنظمة الزمنية اللي عرفها الإنسان. حضارتهم كانت متقدمة جدا لدرجة إن بعض الناس النهاردة بيعتقدوا إن المايا اتصلوا بكائنات فضائية بسبب الدقة الغريبة في علومهم. لكن بعيدا عن نظريات الفضائيين،
الحقيقة إن المايا مثال عظيم على عبقرية الإنسان القديم اللي قدر يبني حضارة مبهرة وسط الغابات من غير كهرباء ولا حديد ولا تكنولوجيا. حضارة المايا كانت لغز ولسه لحد النهاردة مش مفهوم بالكامل، لكن اللي أكيد إنهم سابوا بصمة عظيمة في تاريخ البشرية، وكل حجر من معبدهم وكل رمز على جدرانهم بيحكي قصة ناس عاشوا وفكروا وحلموا قبلنا بآلاف السنين. فالسؤال اللي بيفضل بعد كل ده، هل فعلا المايا اختفوا ولا لسه موجودين حوالينا في لغتهم، في نجومهم، وفي أسرار لسه ما اكتشفناهاش؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك علشان نوصل لأكبر عدد من الناس ونكشف أسرار جديدة من حضارات العالم القديم. أشوفك الحلقة الجاية.